السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايه لكم النهارده بتخليل اللفت زي ما وعدتكم بطريقة تحفة جدا جدا. هتاكلي احسن لفت مخلل. لو اول مرة بتشوفوني دوسوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. جبت 3 كيلو لفت ب10 جنيه. غسلته كويس ونقعته في المية ونضفته كويس جدا وشلت كل الوحش اللي فيه. بعد كده جبت القطاعة بقى بتاعتي وقطعته زي ما انتوا شايفين. جبت القطاعة اللي هي المشرشرة دي، بتبقى حلوة جدا في تقطيع المخلل. عندي برطمان بياخد 3 كيلو، بس بعد ما ابقى نضفته وكده فالبرطمان ناقص شوية. جبت شوية من الجزر وغسلتهم وقشرتهم زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا اقطعهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. القطاعة دي حلوة جدا جدا في المخلل. مفيش اي تشجيع منكم، وزعلانه جدا 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 لان بتعب في مونتاج الفيديو وبحاول اقدم لكم اي حاجه انا بجربها بتطلع حلوه معايا بنزل لكم الطريقه. اتمنى تدعموني شويه. زي ما انتوا شايفين كده حطيت نص كيس ملح صغير وحطيت ميه دافيه وبدات ان انا ادوب الملح زي ما انتوا شايفين، وعبيت البرطمان بتاعي لحد ما يتملى، علشان لو سبتي البرطمان فاضي من فوق المخلل هيمور معاكي وهيبقى طري. زي ما انتوا شايفين صبيت بقى الميه بالملح على البرطمان لحد ما اتملى. هترجيه كده رجتين زي ما انتوا شايفين. لازم ترجي البرطمان كده تخضيه خضتين علشان تشوفي الميه هتنقص معاكي، لازم تمليها. هرجع افتح البرطمان تاني زي ما انتوا شايفين، هلاقي الميه نقصت كده شويه. هروح جايبه كوبايه من الميه عليها معلقه سكر وهدوبهم كويس جدا وهنزل بيهم على وش المخلل. معلقه السكر دي بتخلي المخلل معاكي مظبوط وطعمه تحفه جدا جدا. حطيت على الوش 3 ورقات لورا، بيخلي المخلل معاكي ليه طعم جميل كده، وبيخليه ما يعملش ريم كتير معاكي، وبيحفظ المخلل وبيديله طعم كده مميز ومظبوط جدا. زي ما انتوا شايفين البرطمان بيتكلم عن نفسه. البرطمان ده كان مليان زيتون وخلص. لازم اعمل اي مخلل في البيت بينفع في فطار، تحطيه جنب الغدا جنب عشاء، بينفع جدا. قعد 4 ايام، خللته الاربع وفتحته السبت بالليل. طعمه حكاية. لو عندك بقى يا سلام بنجراية قشريها وحطيها مع المخلل، بس انا ما كانش عندي وطلع معايا زي العسل. شايفين شكله تحفة ازاي، وطعمه خطير جدا والملح مظبوط. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتسيبيلي كومنت حلو منك ولايك وشير، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.